الحكاية بتبدأ وسط الغابة مع مجموعة رهبان شاولين وهم بيتدربوا على الكونج فو، وهنا المعلم قال لواحد من تلاميذه يدخلوا كهف مظلم لأن الوقت جه عشان يبدأ التحدي الأخير، ولو كسبوا هيبقى معلم كونج فو محترف. اسم التلميذ يبقى فانج. وأول ما دخل الكهف اتفاجئ بمجموعة من الدمى الخشبية ثابتة في مكانها، لكنه أول ما ذكر اسمه الدمى اتحركت وهجمت عليه بشراسة. وهنا بتظهر قدرات فانج الأسطورية بالفنون القتالية، لانه استخدم فن سري بيحول جسمه لنحاس، وبكده مفيش اي ضربات هتأثر فيه. ده غير انه قفز وسط الرجال الخشبيين بدون خوف ونزل فيهم طحن بدون رحمة، مع ان الدمى الخشبية كتير جدا الا ان فانج اتصدى ليهم بمهارة وكسرهم كلهم، فحس بسعادة كبيرة وافتكر انه كسب التحدي. وهنا بتظهر المفاجأة، الدمى الخشبية اجتمعوا مع بعض وكونوا رجل خشبي عملاق جدا. طبعا الرجل الخشبي دمر كل حاجة بطريقه من اجل هزيمة فانج، لكن فانج ذكي وقدروا انه يمسك الحبال الخفية اللي بتحرك الرجل الخشبي ووقع الرهبان اللي بيتحكموا فيه، فكلهم حيوه على ذكائه وقوته وقالوا انه اصبح معلم كونج فو اسطوري. فانج ترك مدرسة الشاولين ورجع قريته عشان يقابل اهله واصدقائه لانه اتدرب وسط الجبال لسنين طويلة. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لقصر اردو. اردو يبقى عمدة المدينة ومعروف بقوته وشره، لدرجة ان لما واحد من الناس اترجاه يزود الاكل لان الفقراء هيموتوا من الجوع، اردو رفض طلبه وامر مساعده يخلص عليه بدون رحمه. في الوقت ده فانج قابل صديقه زو بائع السمك. زو وفانج كانوا اصدقاء من الطفوله، لكن فانج راح للتدريب بمدرسه الشاولين وترك زو لوحده، واول ما الاتنين شافوا بعض حسوا بسعاده كبيره، لكنهم اتفاجئوا براجل شكله غريب عنده مخالب بيطارد شاب مسكين وكان هيخلص عليه، بس من حسن الحظ فانج وقفوا عند حده وقرر ياخده للسجن. فالراجل الذئب غفله وابعده عن طريقه. بعد كده ركب الحصان الخاص بيه وهرب. طبعا فانج ما سابوش في حاله وانطلق وراه بسرعه البرق، والاتنين اتسابقوا وسط شوارع المدينه. ده غير ان المطارده ما بينهم استمرت لدقايق طويله والمكان كله اتدمر. في النهايه فانج مسك الراجل الذئب ووقف قصاده وش لوش قدام الناس كلها وتحداه لقتال. وهنا والدة فانج ظهرت وفضلت تزعق له وهزقته قدام الجميع لانه اتقاتل بدون اذنها وعرض حياته للخطر. فالراجل الذئب استغل الفرصة وهرب. بالليل مجموعة من الثوار اجتمعوا وعملوا خطة عشان يتخلصوا من العمدة اردو لانه ظالم وبيأذي الفقراء، لكنهم اتفاجئوا بسهام نارية ملهاش عدد. وهنا بنعرف ان اردو كشف مخططاتهم. ده غير ان الراجل الذئب ظهر فجأة لانه شغال مع العمدة ووجه لقائد الثوار ضربة ثبتته في مكانه. اما فانج فضل متذنب وسط المية الباردة طول اليوم لانه اتقاتل وسبب مشاكل بدون اذن والدته. في النهاية والدة فانج سامحته، واول ما خرج من المية عشان يغير هدومه اتفاجئ ببنت مستخبية بدون علمه. البنت دي اسمها ماي وكانت هربانة من مجموعة مجرمين عايزين يخطفوها. اول ما فانج شاف المجرمين وسألوها عن ماي قال انه ما شافهاش قبل كده وخلاهم يمشوا بعيد. طبعا ماي شكرته على انقاذه ليها، بس من سوء الحظ لين ظهرت. لين تبقى خطيبة فانج واخت صديقه زو، وافتكرت انه بيخونها مع ماي. وهنا فانج اتعصب بشدة وقال انه لازم يصالح خطيبته باي طريقة وفضل يطاردها في كل حتة. اما زو صديق فانج بلغ لين ان والدهم اتاخر ولسه مرجعش. وهنا بنعرف ان لين واخوها يبقوا اولاد قائد الثوار اللي العمده والرجل الذئب قبضوا عليه. ده غير ان لين معاها كتاب فيه اسرار خطيره، وافتكرت لما والدها اعطاها الكتاب ده عشان تخبيه من العمده اردو لانه ممكن يأذي ناس كتير. تاني يوم الصبح فانج اخد ماي وراحوا عشان يعتذروا للين، لكن زو عرفهم انها مش موجوده في البيت واختفت بدون سابق انذار. وهنا فانج قال ان شان ممكن يكون خطفها. شان صاحب اكبر عصابة في المدينة ومعروف بقوته الرهيبة. ده غير انه كان عامل احتفال كبير وبيتحدى اقوى المحاربين. ففانج ظهر فجأة وبدأ القتال معاه لانه كان فاكر ان هو اللي خطف خطيبته. بالفعل فانج مسك شان طحنه قدام الجميع، لكنه اتفاجئ انه بيضحك وبيهزر وعرف ان مش هو اللي خطف لين، فحس بالقلق عليها لانه ما يعرفش مكانها. لما فانج كان قاعد في البيت مع ماي وزو فجأة لين ظهرت
ورفضت تقول هي كانت موجودة فين. ففانج حاول يعتذر لها على افعاله لكنها اتضايقت منه وطردته من المكان في غضب شديد. اما العمدة ايردو عرف ان لين بنت قائد الثوار ممكن تكون خبية الكتاب السري معاها وامر بالقبض عليها. في الوقت ده مي وفانج كانوا بيتمشوا مع بعض، وفانج اتضايق بشدة لان خطيبته رفضت تسامحه. لكن فجأة المجرم شان واتباعه ظهروا وحصروهم من كل اتجاه. وهنا بنعرف ان مي تبقى بنت شان وكانت هربانة منه طول الفترة دي لانها اتخانقت معاه. فشان شكر فانج لانه رجع له بنته وبلغه ان العمدة قبض على خطيبته لين هي ووالدها ولازم ينقذهم باسرع وقت. اما قائد الثوار اتعذب بشدة ومساعد العمدة هدده بقتل بنته لين لو ما عرفوش مكان الكتاب السري. في البداية قائد الثوار رفض يساعده لكنه خاف على بنته فاخد واحد من سيوف الحراس وخلص على نفسه، وبكده مساعد العمدة مش هيقدر يستفزه وهيسيب لين تعيش. للأسف فانج وصل متأخر بعد ما قائد الثوار مات واتفاجئ ان خطيبته متاخدة رهينة، فحس بالغضب الشديد واستخدم فن الرجل النحاس الخاص بيه عشان ما يتأثرش بالضربات. بعد كده مسك الحراس روق عليهم بسهولة مع انهم اكتر منه في العدد. فمساعد العمدة الندل هدده بقتل خطيبته لين وقدر انه يهرب من المكان بعجوبة. اول ما العمدة ايردو عرف اللي حصل اتعصب بشدة وامر هيمو يستعد للمعركة. هيمو يبقى قاتل مأجور محترف جدا ومعروف بمهارته في صنع السموم الخطيرة، ده غير انه اكبر ابنه الرجل الذئب يشتغل عند العمدة ايردو مع انه بيكرهه. تاني يوم الصبح فانج استمر في التفكير بخطيبته وما كانش عارف يوصلها ازاي، حتى والدته حاولت تطمنه وتهدي اعصابه. لكن فجأة واحد من الخدم اعطاه رسالة من اتباع العمدة بيطلبوا فيها انهم يقابلوه بالليل وسط الغابة، فوالدته طلبت منه ياخد حذره. بالفعل فانج قابل مساعد العمدة اللي سأله عن كتاب الثوار السري، ولما فانج اعطاه الكتاب مساعد العمدة اكتشف انه مزيف. في البداية الرجل الذئب اخرج قوته بالكامل ونزل طحن في فانج لكنه تفادى ضرباته بمهارة ملهاش مثيل. اما هيمو والد الرجل الذئب استغل الفرصة واستخدم واحد من سمومه المميتة وكان هيخلص على فانج، لكن من حسن الحظ والدته ظهرت على اخر لحظة وانقذته من الموت. وهنا الرجل الذئب قرر ينسحب من المعركة لان والده اتصاب بشدة ولازم يداوي جروحه باسرع وقت. اما مساعد العمدة استغل ان فانج اتسمم واصبح ضعيف وامر الحراس يخلصوا عليه، بس من حسن الحظ مقاتل ملثم دافع عنه وخلاهم يجروا زي الكلاب. المقاتل الملثم يبقى شان وساعد فانج لانه انقذ بنته مي، ده غير انه وضعه في البخار عشان يعالجه من السم المميت. في الوقت ده العمدة زعق للرجل الذئب ووالده لانهم فشلوا بمهمتهم، فوالد الرجل الذئب اعتذر له بشدة وترجاه يعفو عنه. وهنا بنعرف ان الرجل الذئب مريض ووالده كان بيخدم العمدة غصبا عنه لان معاه العلاج الخاص بيه ومن غير العلاج ده ممكن يموت. اما فانج قدر يعرف مكان كتاب الثوار السري ووراه لوالدته شان وصديقه زو عشان يتأكدوا منه، بس فجأة وصلته رسالة من الرجل الذئب بيطلب فيها انه يتحداه وش لوش. بالفعل فانج قبل التحدي ورجع الغابة من جديد عشان يبدأ القتال حتى الموت. في بداية المعركة فانج حاول يقنع الرجل الذئب يوقف القتال لانه عارف ان العمدة بيجبره هو ووالده يحاربوا غصبا عنهم مقابل العلاج، لكن الرجل الذئب رفض يسمع كلامه وهاجم بشراسة. ففانج اتعصب بشدة واظهر قوته الحقيقية ونزل فيه طحن باستخدام فن الرجل النحاس المدمر، لكنه رفض يخلص عليه وسابه يعيش لانه عارف ان قلبه طيب ومش شرير. اول ما الرجل الذئب رجع البيت اتفاجئ ان والده توفى بسبب مرضه فحس بالحزن الشديد وفضل يبكي عليه. اما فانج قابل والدته وشان وبلغهم بقتاله مع الرجل الذئب لكنه اتفاجئ ان صاحبه زو مش موجود. وهنا بنعرف ان زو راح عشان يقابل العمدة ايردو وش لوش وطلب منه يحرر اخته لين مقابل كتاب الثوار السري. في البداية العمدة اظهر لين لاخوها وكان واضح انها اتعذبت بشدة، فزو بكى وقرر يسلم الكتاب مقابل حياة اخته، بس من حسن الحظ فانج ظهر على اخر لحظة ووقفوا عند حده. فالعمدة قال انه هيخلص على لين تماما لو ما اخدش الكتاب. وهنا فانج حاول يبدل كتاب الثوار مقابل خطيبته لين، لكن فجأة والدة فانج هي وشان ظهروا وقدروا يغفلوا مساعد العمدة ورجعوا لين بدون ما يسلموا الكتاب. فالعمدة ايردو اتعصب بشدة وامر كل الحراس يخلصوا عليهم. بالفعل القتال ما بين جنود العمدة ضد فانج واتباعه بدأ والمعركة كانت رهيبة، وفي وسط القتال العمدة كان هيقتل فانج لكن لين ضحت بحياتها عشان تنقذه. ففانج اتصدم بشدة حتى اخوها زو فقد اعصابه لانها ماتت ما بين ايديه، وهاجم
وسلم العمدة ايردو بدون تردد. للأسف زو ضعيف جدا والعمدة خلص عليه بضربة واحدة بس. طبعا فانج اتجنن لان خطيبته وصديقه العزيز ماتوا قدام عينيه، فاستخدم فن الرجل النحاسي، لكن العمدة يعرف اسلوب قتال القبضة الحديدية وقدر انه يكسر دفاعاته ويضعفه بشدة. ده غير ان باقي الحراس قبضوا على والدة فانج وشان. للأسف العمدة سيطر على فانج تماما لانه يعرف نقط ضعفه، لكنه قبل ما يخلص عليه فجأة الرجل الذئب ظهر وهاجمه بشراسة لانه كان سبب وفاة والده. في البداية الرجل الذئب سيطر على العمدة ايردو بقوته وسرعته الرهيبة، لكن العمدة ماهر وعنده خبرة كبيرة بالكونج فو وقدر انه ينهي حياته باستخدام فن القبضة الحديدية. اما فانج اضطر يهرب ويسيب والدته وشان في قبضة الحراس لانه لو قاتل في الحالة دي هيموت بسهولة. فالعمدة امر كل جنوده يفتشوا شوارع المدينة حتة حتة لحد ما يوصلوا لفانج ويدمروه تماما. اما فانج كان مستخبي مع ماي وعرف من احد الفلاحين ان العمدة هيعدم والدته وشان في ساحة المدينة، فقرر انه لازم يتصرف باسرع وقت. تاني يوم الصبح شان ووالدة فانج اتعرضوا قدام الناس كلها، ومساعد العمدة قال انهم هيتعدموا لانهم خونة، بس الناس ما كانوش مصدقينه لانهم يعرفوا ان العمدة كذاب. اول ما الحراس حاولوا يهاجموا الناس الابرياء ويسكتوهم، فجأة فانج ظهر مع ماي وقال للعمدة ايردو ان الوقت جه عشان ياخد عقابه. بعد كده اظهر جيش كامل من الثوار. بالفعل الحرب ما بين جنود العمدة والثوار بدأت والمكان كله انقلب لفوضى، لكن في وسط المعركة العمدة ظهر فجأة وهاجم فانج بشراسة ملهاش مثيل لانه افسد كل خططه. ففانج استدرجه لمبنى مهجور عشان يقاتله وش لوش. اول ما العمدة دخل المبنى فانج قرر يهاجمه، لكن العمدة اتصداله بمهارة لان عنده خبرة اسطورية بالفنون القتالية، ومهما فانج حاول يسيطر عليه ما كانش قادر بسبب قوته الرهيبة. للاسف العمدة استخدم اسلوب القبضة الحديدية الخاص بيه للسيطرة على فانج، وقبل ما فانج يموت اظهر الفخ اللي عمله وغفل العمدة. بعد كده نزل فيه طحن بدون رحمة وانتقم لخطيبته ليلي وصديقه زو بضربة مدمرة ملهاش مثيل. في النهاية الثوار بقيادة شان ووالدة فانج انتصروا على مساعد العمدة والحراس الفاسدين، لكنهم اتفاجئوا ان وزير الامبراطور ظهر مع جنوده فكلهم حيوه باحترام. وهنا فانج احضر العمدة ايردو الخاين وسلم الوزير كتاب الثوار السري اللي بيكشف كل جرايمه، فالوزير امر بحبسه لمدى الحياة بسبب افعاله. ده غير انه طلب من شان يبقى العمدة الجديد مع انه كان مجرم لانه ساعد الثوار واصبح طيب. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.